احنا في مهرجان تمور نجران الاول. تعالوا نشوف السوق. الرجلي يا ولد، ايه الرجلي يا حبيب، يا حبيب. 2100 2100 2100. احنا طماعين انه يكون عندنا في نجران مهرجانات كثير، مو هو بس تمور وبرد مربور، نبغى كل المنتجات زراعيه وكل منتجات المنطقه غنيه وبها انتاجات عجيبه نبغى نشوفها، ما هو نشوف مهرجان السنه هذه وخلاص اختفى يعني. نبغى استمراريه بوجود وتكاتف الجميع سواء مزارعين او رجال اعمال او حتى ادارات حكوميه وانتم على راسها يعني. لما تطلع على سلم تطلع درجه 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 وتصل. صحيح. احنا بدينا وان شاء الله نستمر. اتمنى ذلك. الله يوفقكم. توجيهات مع الوزير ومع النائبه، توجيهات سمو سيد امير المنطقه وسمو نائبه في تسخير وتذليل العقبات لكل المزارعين. ومنطقه نجران تتميز بتمر البياض والمواكيل التي لها ميزه في عن التمور الاخرى. تمور نجران انه ما ياكل الا الشخص الغني او الشخص اللي يملك مال، وهذا الكلام صراحه غير صحيح. انه هذا تجربه، هو رجل يعاشر في الميدان. تمور نجران قد ياكل منها جميع فئات المجتمع، سواء اللي عنده فلوس وسواء الطبقه الوسطيه وسواء الطبقه العاليه وطبقه رجال الاعمال.